بص، هو انت لو قلت لي عيل صغير بيلعب كوره مكان دونجا انا هختار العيل الصغير، مش هختارك يا دونجا. اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي. هنعمل مقارنه سريعه بين تشكيله الاهلي والزمالك. جاهز؟ جاهز. محمد الشناوي ولا محمد عواد؟ بص اقول لك على حاجه، عواد ممكن ماتش حلو و10 لا. الشناوي حتى لو عنده دروبات، بس يعني الشناوي في ثبات في المستوى عالي. تمام. عواد ممكن غلطاته اللي بيعملها كارثيه بمعنى الكلمه، والشناوي برضه عنده غلطات كارثيه بس اقل من عواد بكتير. محمد هاني ولا عمر جابر؟ محمد هاني. محمد هاني بالنسبه لي انا شخصيا افضل من عمر جابر بكتير. محمد هاني برضه عنده غلطات، بس بالنسبه لي برضه محمد هاني احسن بكتير واعلى كتير في المستوى. الفتره اللي فاتت اللي غاب فيها محمد هاني، هل النادي الاهلي مستواه تذبذب؟ هو اكيد اتاثر، بس محمد هاني برضه هيفضل احسن واحد في المركز ده بالنسبه لي حاليا في الاهلي. رامي ربيعه ولا حسام عبد المجيد؟ رامي ربيعه. على طول كده؟ الخبره يا جدعان، عامل الخبره يفرق جامد جدا، ورامي ربيعه مقاتل بالنسبه لي، مقاتل جامد كمان. ياسر ابراهيم ولا الونش؟ والاثنين طالعين من الزمالك. ياسر ابراهيم. قولا واحدا؟ قولا واحدا. الونش كنا في يوم من الايام بنقول عليه احسن مدافع في مصر. الكلام ده من فتره، دلوقتي الونش راجع مستواه برضه مش احسن حاجه. فتوح ولا كريم الدبيس؟ فتوح. الصراحه فتوح. يعني انت مش شايف ان الدبيس شاب صغير لسه مستقبل الكره المصريه؟ انت بتقول لي يعني الافضل دلوقتي. احسنت. بس لا، فتوح طبعا. فتوح وعامل الخبره زي ما بقول لك بيفرق جدا من لعيب للاعب، من لعيب للعيب بيفرق لا جدا. حتى لو فتوح مش في مستواه حاليا؟ لكن الصراحه فتوح يعني لما بيبقى في الفورمه لا، لعيب جامد جدا. لعيب جامد جدا، وشفنا له ماتشات كتير كان عامل اداء خرافي في افريقيا مع مصر وفي الزمالك، لا كان عامل مستوى خرافي. مروان عطيه ولا دونجا؟ دونجا يبطل. ليه يا عم ليه؟ والله انا ما بحبوش من ايام بيراميدز. بس هو جاب جول حلو قوي في الاسماعيلي. خالص. انا عموما ما بحبش دونجا وما بحبش لعبه، يعني دونجا لا. تختار مين؟ بص، هو انت لو قلت لي عيل صغير بيلعب كوره مكان دونجا انا هختار العيل الصغير، مش هختارك يا دونجا. امام عاشور ولا محمد شحاته؟ امام عاشور، يعني الراجل عامل اداء يعني خرافي. ايه رايك في مستوى امام عاشور دلوقتي؟ لا جامد جدا 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 جدا، والراجل ده خد بالك هياخد الهداف بتاع الدوري السنه دي. عنده غزاره تهديفيه في الفتره دي عاليه جدا. لا امام عاشور طبعا. يعني انت شايف ان امام عاشور هينافس على افضل لاعب في مصر، ويمكن افضل لاعب في افريقيا السنه دي؟ مش افضل لاعب في افريقيا، بس احسن لاعب، هو هيبقى احسن لاعب جوه القاره. هيبقى احسن لاعب جوه والله القاره. ممكن مش بعيده يعني ياخد احسن لاعب جوه القاره، فاهمني؟ ولا مستوى عاش جدا. انت شايف ان امام عاشور في مستواه ده بيتقارن بمستواه في الزمالك، ولا هل ده افضل الزمالك افضل؟ بص هقول لك على حاجه، هو امام عاشور الصراحه من ايام ما كان في الزمالك وهو لعيب عالي جدا، وكان نفسي ان هو يلعب في الاهلي من زمان، لكن هو دلوقتي لا، في مستوى جامد، وحتى لو بتتفرج عليه هو بيلعب بروح عاليه، يعني الفتره دي بيلعب بروح عاليه جدا. بص دي المقارنه الاصعب، والناس كلها بتختلف في المقارنه دي بالذات. عبد الله السعيد ولا محمد مجدي قفشه؟ بص بالنسبه لي انا شخصيا مع عبد الله السعيد، تاريخ كبير وكان احسن لاعب في مصر واحسن صانع العاب في مصر بالنسبه لي بعد ابو تريكه، لكن قفشه عشان حاليا في مستوى دلوقتي. بص اقول لك على حاجه، انا قلت لك عبد الله السعيد لعيب عالي جدا ولاعيب كويس جدا، بس زي ما بقول لك لا، محمد مجدي قفشه، مع ان قفشه برده مش احسن حاجه. وقفشه من اكتر اللعيبه اللي مستواه متذبذب، ممكن يدي لك في ماتش اداء عالي جدا ويبقى احسن لعيب في الماتش وتحس انه الموسم ده هيخرب الدنيا، الماتش اللي بعديه تلاقيه لعيب هابط بيلعب درجه تانية. لكن لا قفشه. شلبي ولا حسين الشحات؟ بص مصطفى شلبي مش وحش يعني مش هنكذب، بس حسين الشحات برضو زي ما بقول لك عامل الخبره بيفرق، وحسين الشحات ممكن تلاقيه في ماتش كبير يبقى لعيب حاسم جدا، لان برضو الراجل تقله، والراجل ده تاريخ، والراجل ده لعب واحترف برضو بره ولعب في الامارات وقدم اداء عالي جدا لما كان بيلعب في الامارات في كاس العالم للانديه لما لعب قدام ريال مدريد، هو لعيب جامد جدا ولاعيب ليه تاريخ كبير، وعامل الخبره ده بيفرق جدا في المطوشه الكبيره اللي زي الاهلي والزمالك. يعني في لعيبه كتير صغيره او بيبقى سنها صغير بيبقى بالنسبه لهم المطوشه دي كبيره جدا وبتبقى كبيره عليهم، وبيبقى عامل التوتر ده بيبقى شديد جدا عليهم، فلا طبعا عامل الخبره بيفرق. احسن 2 لعيبه لعبوا في الزمالك،
زيزو ولا اشرف بن شرقي؟ زيزو لعيب عالي، عالي جدا، بس بن شرقي انا عارف ان هو رجعته في الدوري المصري هتبقى رجعه قويه جدا وهيعمل اداء قوي جدا. بن شرقي باذن الله. سيف الجزيري ولا جردشار؟ والله انا متفائل جدا بجردشار، متفائل جدا والله، صفقه حلوه، والراجل من اول ماتش لعب فيه الراجل هدف. لا متفائل جدا بالصفقه دي. وسام ابو علي. طب لو قلت لك الثلاثه هتختار مين؟ وسام ابو علي، جردشار، والجزيري، تختار مين فيهم؟ وسام ابو علي.